إن إحنا هنكمل كلامنا المرة اللي فاتت، لأن يعتبر اللي فات ده كله كان أنت شغال في نطاق البيرسونال. يعني لو جينا نبص في الحتة دي، أنت أغلب تعاملك كان مع إيه؟ مع البروفايل الخاص بيك. فبالتالي الموضوع أنت ما عندكش ليميت. طب ليه؟ لأن أنت اللي متحكم في كل حاجة. أو ممكن نقول إن أنت دلوقتي في صيغة الأونر. فبالتالي أغلب الليميتيشن اللي بتبقى موجودة أو أغلب الكونفليكتس اللي بتبقى موجودة مش هتواجهك، لأن في الأغلب أنت على الحساب بتاعك الشخصي، فالموضوع هيبقى مختلف. انت لو جيت تبص في حته البيرسونال، يعني لو جينا نبص في حته البروفايل، لو تعاملنا معاه كبيرسونال كده هنستخدمه في حاجتين. اول حاجه زي ما قلنا ان احنا بنستخدمه عشان نحول اللوكال ريبو لريموت ريبو، وده اول استخدام اتعاملنا معاه. وكان الموضوع ما كان يعني اعتقد الموضوع كان بسيط وما كانش فيه اي مشكله. تاني حاجه نقدر نستخدمه كستورج. فهتقول لي كستورج ازاي؟ هقول لك انت دلوقتي مثلا لو الهارد بتاعك وليكن حصل له فيه مشكله او غيرت لاب جديد والكلام ده، فبالتالي انت ضامن ان انت حافظ المشاريع بتاعتك على جيت هاب. فلو نقلت لكذا جهاز، اتعاملت مع كذا حالة، قابلك مشكلة في اللاب بتاعك، نقلت لحاجة تانية، هتقدر تجيب المشاريع بتاعتك تاني. فيعتبر نقدر نصنف ان البيرسونال بروجيكتس او معنى صح جيت هاب كبيرسونال بنستخدمه لحاجتين. اول حاجة ان انا بحول اللوكال ريبو بتاعت الريموت ريبو. تاني حاجة بقدر استخدمه كستورج لاي ظرف ممكن يحصل، سواء ان انا مثلا حصل مشكلة معايا في اللاب أو غيرت اللاب تاني. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم عن حتة البروفايل، أو أنا صح هندخل في البروفايل شوية، خصوصا إن إحنا هنتعامل مع إيه؟ مع يعتبر ملف فاضي، فهنبدأ نتكلم عنه شوية ونبدأ نفهم شوية تفاصيل زيادة. بس حابين نتكلم عن حتة، في حاجة تالتة برضو تهمك منه، حتة نتعامل معاك كإيه؟ بروفايل، وتقدر تقول إن هو الواجهة بتاعتك التكنيكال عامة، الواجهة التكنيكال الخاصة بيك. تمام. بس ده مش الشغل الأساسي. في شغل تاني نقدر نتعامل بيه مع الجيت هاب. تمام، زي مثلا إن أنت تقدر تتعامل كمالتي ديفلوبر. تمام. يعني إيه مالتي ديفلوبر؟ أنت أغلب مشاريعك كنت شغال لوحدك، فبالتالي مفيش عليك ليميتيشن في حاجة معينة. بس لو جينا نبص هنا هتلاقي إن أنت في المالتي ديفلوبر هي واحدة من أهم المزايا بالنسبة للجيت هاب، بحيث إن أنت تقدر تعمل حاجتين مهمين جدا. وليكن أنت أول حاجة تقدر تتعامل معاها حتة الكولابريشن. تاني حاجة ممكن تتعامل معاه وهو الجزء يعتبر مهم برضو، وإن أنت تقدر تعمل حاجة اسمها contribute. تمام. من المفهومين دولت نقدر نقول إن ال contribute أو ال collaboration مفهوم إن هي تقدر تتعامل مع كذا حد والكلام ده، وال contribute هنوضحها قدام شوية. بس لأن أغلب المالتي ديفلوبر هيواجه conflicts، سواء في الميرج سواء في أي حاجة عامة. قلنا إن أفضل طريقة إن أنت تعالج الكونفليكتس دي إن أنت تتفاداها، لان انت هتشتغل مع ناس تانية. فالكونفليكت لو ما عرفتش تحلها، او عرفت ان ما عرفتش مثلا ان في حته اللي فيها كونفليكت، لو ما انتش متدرب على حل الكونفليكت ديت، او معنى صح عارف ان في كونفليكت هتقابلك لو انت عملت حاجه معينه، لو انت ما تفادتهاش عامه، الموضوع مش هيبقى خاص بيك انت بس، هيبقى خاص بالتيم اللي حواليك كمان. تمام. لو جينا قلنا، احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من الريبو بتبقى موجوده. الريبو يا اما بتبقى بابليك يا اما برايفت. طيب تعال نوضح اكتر يعني ايه بابليك ويعني ايه برايفت. اتكلمنا في السيشن اللي فات حاجات بسيطة، قلنا ان البابليك الناس كلها تقدر تشوفها وتقدر تعملها انستول وتشتغل بيها والكلام ده. والبرايفت قلنا مفيش حد يقدر يتعامل مع الريبو دي غيرك انت، وان انت تضيفهم. طب يعني ايه الناس اللي انت هتضيفهم يتعاملوا معاها؟ ده اللي هنفهمه. دلوقتي مثلا انت قررت انت وصاحبك تشتغلوا على مشروع ما، ايا كان ايه هو. انتوا قررتوا ان انتوا هتشتغلوا مع بعض، فطبعا هتقول الموضوع بسيط. اجي هنا مثلا وليكن ان انا عندي اي ريبو، لو جينا هنا وقلنا احنا عايزين الريبوستريز الخاصه بينا. انا دلوقتي دي عندي الريبو الخاصه بيه، هنيجي هنا وهنيجي هقول له ايه، خلاص هديك اليو ار ال تشتغل بيه والدنيا تبقى تمام. فلو جيت هنا بص، انا كواحد مثلا هنا جيت اشتغل على حاجه معينه وليكن الريبو ديت، خلاص هشتغل عليها. بس لو جيت تلاحظ الواجهه اللي هتظهر لي هنا هتبقى مختلفه. ليه؟ لان انا اكون هنا بحساب مختلف.
يعني فرضا لو ده حساب تاني، تمام، فالواجهه اللي هتظهر لي هنا هتكون مختلفه. ايه هي؟ هيظهر لي ان انا اقدر الملفات اللي انت عاملها اقدر اشوفها، بس الفكره في حته دلوقتي انا اقدر من خلالها برضو اعمل حاجه اسمها كلون، وهنفهم يعني ايه كلون. بس الانظمه مش هتبقى متشابهه. ازاي؟ لو جيت تلاحظ هنا، انا هنا في حاجه اسمها سيتنج. السيتنج دي بيبقى فيها كل ما الاعدادات الخاصه بالريبو دي. يعني لو جينا هنا ونزلنا تحت، في حاجه اسمها الدينجر زون، تمام. والدينجر زون ديت يعتبر دي الاعدادات اللي انت لو عملتها ما ينفعش ترجع فيها تاني. ازاي؟ يعني مثلا انت لو عملت ديليت للريبوستري خلاص ما عادش هتبقى موجوده. الاونر بتاع الريبو، تمام، هو اللي يقدر يتحكم في الاجزاء دي. اما انت لو جيت تعملها مشاركه مع حد تاني، الموضوع هيختلف. ليه؟ لان هو مش هيكون هنا عنده الصلاحيه ان هو يدخل هنا ويبدا يتعامل مع مع المشروع ده، او يبدا يضيف حاجه، يغير حاجه في الاعدادات. هو اخره هيعمل حاجه واحده. لو جيت تلاحظ، هيجي هنا يعمل هيعمل حاجه اسمها كلون. وكلون ديت ان هو يقدر ينزل نسخه من المشروع نفسه على الجهاز بتاعه ويقدر يتعامل معاه. طيب تعال نفهم الموضوع ده واحده واحده. فهنفتح الملف ده عادي، مفيش فيه اي مشكله. عايزين الترمينال. قلت لك انت عندك امر تيجي تعمل تقول له مثلا هنا انا عايز اعمل جيت كلون، تمام، وبعدها بتدي له اليو ار ال الخاص بالمشروع. فده الطريقه الطبيعيه اللي بيعملها اي حد. يعني اي حد مثلا عايز ياخد المشروع ده يبص عليه عادي، هو بالنسبه لي هو مش على الريبو دي عشان يعمل لي اكسس، تمام. فهيجي يعمل هيقوم عامل جيت كلون ويدي له المشروع. بس خلي بالك انت هنا في مسار الملف اللي فيه المشاريع كلها، لان بيكون عندك مثلا اكتر من كلون، او معنى صح اكتر من مشروع انت عايز تستخدمه. فالموضوع بيبقى مختلف. احنا مش عايزين نعمل انستول دلوقتي. تمام. تمام. وطبعا يفضل ان انا مثلا لما بنقل المشروع، او معنى صح اجي افتح المشروع، اكون انا فين؟ مش في الروت بتاعت الملفات كلها، اكون انا في المشروع ده، المكان ده. فاجي هنا مثلا واعمل له في هنا لحظه، بدل ما اخرج مش عارف كان في هنا حركه هنا اللي هو ايوه اوبن انتجريتد تيرمينال، فانا كده موجود فيه. تمام. لا بس احنا مش عايزين الحته دي، فاحنا ممكن نطلع من هنا ونجيب المشروع من الملفات اللي احنا جبناها، وليكن هنا، تمام، ونشغله عادي. فنقول له هنا سي ام دي كود دوت، تمام. فاول حاجه كده اخدناها حوار ان انت دلوقتي لو معاك ريبو وحد تاني عجبه الريبو بتاعتك دي وعايز يبدا يستخدمها، هو يقدر يعمل لها حاجه اسمها كلون. وكلون دي ان هو يقدر ياخد نسخه موجوده فين؟ من المشروع بتاعك. تمام. استخدم وليكن التيرمينال، ونكتب مثلا جيت لوج. هل هيدينا مثلا للملفات اللي كانت موجوده معانا؟ يعني هنقول هنا مثلا جيت لوج، فبالتالي عرض لنا كل الكومنتس اللي موجوده. بس هنا هيحصل فيه حاجه مختلفه. يعني هنا مثلا قلنا عايزين نعمل تيست واحد دوت تي. انت دلوقتي ضفت ملف، خلاص تقول انا هعمل جيت اد دوت، تمام. بعد كده اعمل جيت كوميت داش ام، هتقول لي هضيف الرساله عادي ومفيش فيها اي مشكله. فاقول لك هنا مثلا اد تيست واحد مثلا، تمام. انت كده مفيش فيها اي مشكله. طيب حلو. انت دلوقتي عايز تيجي تعمل بوش للتعديلات، يعني هتقول لي مثلا جيت بوش وليكن، تمام. انت رفعته وعملت بوش وكل حاجه. طيب ايه المشكله بقى لو انا مثلا، انت قلت لي كده مثلا يا باشمهندس هيبقى في مشكله؟ طب فين ما حصلش اي مشكله؟ خلي بالك انت لسه على نفس الجهاز في الكريدنشال واحده. فانا هاجي هنا مثلا اقول لك ان انا نيجي هنا عند الكريدنشال الخاصه بالجهاز، وامسح مثلا الكريدنشال الخاصه بالمشروع ده، او معنى صاحب الجهاز ده امسح الكريدنشال بتاعه. لان اللي بيستخدم الملف بتاعك، او اللي بيستقبل الريبو بتاعتك لما بيجي يستخدمها، هو بيكون جهاز تاني. فالموضوع هنا مختلف. يعني هنا مسحنا الكريدنشال. حلو. طب لو جينا هنا بقى عملنا ملف تاني وليكن تيست 2 دوت تي اكس تي، تمام. هنعمل نفس برضو الموضوع، هنطلع مثلا نعمل له جيت اد، وبعد كده نعمل له جيت كوميت وليكن تيست 2 هنا، تمام.
انا دلوقتي عايز اعمل بوش. تعالى كده نشوف الموضوع هيعمل بوش ولا لا. فلو جيت تعمل بوش هنا اعترض. ليه؟ لان انت المفروض من جهاز تاني. فانت لما بتعمل بوش، لاحظ احنا قلنا المره اللي فاتت، انت لما تيجي تعمل بوش بتعمل بوش على الريموت ريبو. طب ازاي هتعمل بوش على الريموت ريبو وانت اصلا مش موجود في الريبو دي؟ انت مجرد اخدت نسخه من المشروع، اخدتها على جهازك، وطبعا جهازك ده ليه كريدنشال تانية ومرتبط بحساب تاني. فالموضوع هنا مختلف. تمام. هتقول لي يا باشمهندس طيب الموضوع سهل يا باشمهندس. لو جينا هنا مثلا هتقول لي تمام، هخش عادي على الاعدادات وادخل على البروفايل واعمل له التوكن زي ما انت اتفقت معايا المره اللي فاتت، والموضوع تمام مفيش فيه اي مشكله. هقول لك تمام، بس خلي بالك في حاجه. الاكسس توكن ده ليه مشكله. ازاي؟ لان انت كده المفروض عاوز تعطيه صلاحيه لريبو واحده بس. يعني انت عايز الشخص ده يعمل لك صلاحيه ريبو واحده، بما انك اتفقت مع صاحبك ان عايزين تشتغل، وقررت ان انت تديله ايه، ان هو يشتغل معاك. قلت لك خلاص في حاجه اسمها جيت كلون، قلت لها هستخدمها وانزل المشروع زي ما اتفقنا كده ونزلناه واتعاملنا معاه. بس لو جيت تلاحظ هو هيبقى بماشين تانية، فكده مفيش كريدنشالز موجوده. هتقول لي تمام يا باشمهندس، هعمل انا ايه الاكسس توكن، واللي من خلالها اقدر اعمل توكن واخليه يشتغل عليه. بس خلي بالك انت شغال هنا من حته اكسس توكن وهتعملها من البروفايل. يعني ايه؟ يعني انت عاوز تعمله صلاحيات لريبو واحده. واللي انت هتعمله معنى صح، انتوا كده هتعمل صلاحيه، بدل ما تعمل صلاحيه لريبو واحده اللي انت شغال عليها، انت كده بالاكسس توكن هتعطي له صلاحيه للشخص ده بكل الريبو اللي موجوده عندك في البروفايل. وده اللي انا مش عاوز اتعامل معاه. تمام. انا عايزه بس مجرد اللي هو يتعامل مع ايه، مجرد ان هو يتعامل مع الريبو اللي انا محددها له فقط. تمام. مش عايز اديله صلاحيه على كل الريبوز، ومعنى صح على كل البروفايل بتاعه. تمام. ومن هنا ندخل في حته مهمه جدا اسمها ايه، الكولابريشن.